يا مساء الخيرات والمسرات على أحلى متابعين. حكايتنا النهاردة عن فيلم نادر جدا وتصنيفه للكبار فقط للنجمة الجميلة ناهد شريف. عاوزين تعرفوا هو فيلم ايه وايه قصته ومين أبطاله وايه تفاصيل الحكاية؟ تعالوا معايا. حكايتنا النهاردة عن الفيلم المثير ليالي لن تعود، والفيلم من إنتاج سنة 1974، ومن بطولة النجمة الجميلة ناهد شريف ومعاها نور الشريف وبوسي ومحمد العربي وصلاح نظمي. بتدور أحداث الفيلم حوالين منى اللي بتقوم بدورها النجمة ناهد شريف، اللي متجوزة من الثري رضوان بيه اللي بيقوم بدوره النجم صلاح نظمي، وبتعيش معاهم بنت زوجها الشاب ليلى واللي بتقوم بدورها بوسي. ليلى تتعرف على الشاب حسين قدري اللي بيقوم بدوره نور الشريف في النادي، وتكون ما بينهم علاقة حب. ولما يقوم بتوصيلها لمنزلها تلمحهم منى من بعيد وتشوف الشاب ده بيقبل ابنة زوجها في السيارة. تبدأ تحاول إنها تنقذ نفسها وتنقذ بنت زوجها من حسين اللي عارفة أخلاقه كويس وطباعه من خلال علاقة سابقة معاه، إلا إن حسين بيهدد منى إن هو يفشي سرها لزوجها الثري إذا ما ابتعدتش عنه. ويصطحب حسين ليلى لمنزله ويحاول الاعتداء عليها، وتتصاعد الأحداث في هذا السياق.